ما علاقتكم بحزب الله؟ نحن أعضاء في حزب الله ونتدرب على الأسلحة والذخائر استعدادا لأي طارئ. أين يجتمع مجرمو الخلية؟ مخيم الكوثر في بر المطلع، مخيم الغدير في بر المطلع، جمعية الثقافة، مخيم الصفا، مزرعة العبدلي، شاليه في منطقة الزور، ديوانية السيد طالب الكاظمي، مسجد الإمام الحسين، حسينية خورشيد. منذ متى والخلية تتخابر مع السفارة الإيرانية في الكويت؟ بعض المجرمين في الخلية منذ عام 1987 والبعض منذ عام 1994 والبعض الآخر منذ عام 1996 والبعض الآخر منذ عام 1996 وغير ذلك. ما هو سبب جمع المجرمين في الخلية للسلاح؟ يقول المتهمون: لحماية أنفسنا والاستعداد لساعة الصفر ولقتال التكفيريين والوهابيين وغيرهم، لأن حكومة الكويت لا تستطيع حمايتنا من هذه الأخطار والأخطار الخارجية. وتقول التمييز: لارتكاب الأعمال العدائية ضد الدولة والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد، وهي استهداف المنشآت الحيوية عن طريق القيام بعمليات التفجير للإخلال بالأمن في الكويت. من هم أعضاء حزب الله في الكويت؟ التحالف الإسلامي وشخصيات كثيرة أخرى. من هو المجرم زهير عبد الهادي المحميد؟ ضابط مجند في الجيش الكويتي في الفترة من عام 1988 إلى عام 1995. خبير في الشؤون الاستراتيجية والدراسات في الخطوط الجوية الكويتية في الفترة من عام 1996 إلى عام 2012. وكيل شركة إيطالية أسس نظام الحاسب الآلي بوزارة الداخلية ووزارة التربية وشركة الملاحة العربية قبل الغزو العراقي. يملك حسابات بنكية في الكويت: بنك الخليج، بنك الأهلي، بنك برقان، البنك الوطني. وخارج الكويت في بيلاروسيا، وفي بنك صادرات في إيران، وفي لبنان. متى بدأت علاقة المجرم زهير عبد الهادي المحميد بالسفارة الإيرانية؟ بعد تأسيس حركة التوافق الوطني الإسلامي في الكويت. لو قامت حرب بين الكويت وإيران، ما موقف المجرمين في الخلية؟ يقول بعضهم: أعتزل القتال لأن هذا تضارب ماذا دار بين حسين المعتوق وبين أحد المجرمين؟ أجاز المدعو حسين المعتوق لأحد المجرمين التدرب على السلاح والذخيرة استعدادا لأي طارئ. من هو المتهم حسين عبد الجليل الحسيني؟ يعمل في منافذ المطار ومن ثم انتدب إلى مكتب النائب أحمد لاري. ماذا قال المتهم حسين عبد الجليل الحسيني عن تشكيل فريق محامي الدفاع عن مجرمي القضية؟ أحمد لاري وعدنان عبد الصمد هم من قام بتشكيل فريق الدفاع عن مجرمي الخلية في حسينية المجتبى. من هو المجرم باسل دشتي؟ مدير عام قناة الكوت الفضائية. كم مرة نقل المجرمون الأسلحة؟ 3 مرات. المرة الأولى تم نقل الأسلحة والذخائر عام 1996 من سكن أحد المجرمين في منطقة سلوى إلى شاليه في منطقة الزور، وفي المرة الثانية في عام 2004 من شاليه في منطقة الزور إلى مزرعة في منطقة العبدلي، وفي المرة الثالثة في عام 2014 من مزرعة في منطقة العبدلي إلى سكن أحد المجرمين في منطقة عبد الله المبارك. ماذا فعل حزب الله في الكويت؟ لحزب الله صلة بالأحداث السابقة في دولة الكويت، ومنها خطف طائرة الجابرية، ومحاولة اغتيال أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد، وخلية التجسس التي تم ضبطها من قبل، وامتداد نشاط بعض المتهمين إلى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين. متى تكونت خلية العبدلي؟ على لسان القضاء: تكونت خلية العبدلي التابعة لحزب الله قبل ظهور التنظيمات الإرهابية ومن ضمنها تنظيم داعش، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم عدا من هم خارج البلاد.
وضبط كميات كبيرة من المفرقعات والأسلحة والذخائر وأجهزة التجسس والخرائط في أماكن مختلفة وفي حيازة أكثر من متهم. ما سبب تحركات خلية العبدلي وجمعها للسلاح؟ من حكم التمييز لانتظار أي تعليمات أو أوامر تصدر من حزب الله للقيام بعمليات نوعية قتالية أو لوجستية في أي مكان يحدده التنظيم. ماذا يريد المجرمون في خلية العبدلي من الكويت؟ نشر الثورة الإيرانية في دولة الكويت والسيطرة عليها وتكوين ما يسمى الدولة الإيرانية الكبرى. ماذا تقول محكمة التمييز في حزب الله؟ هو تنظيم مسلح يعمل لمصلحة جمهورية إيران ويعتنق مبادئ الثورة الإيرانية ويهدف إلى نشرها في دولة الكويت وكافة الدول الإسلامية والانتقاض على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيها بطرق غير مشروعة تتمثل باستهداف المنشآت الحيوية والحكومية وتفجيرها واستخدام العنف والإرهاب ضد السلطات الدولة والأفراد. ما علاقة مجرمي الخلية في العزم على اغتيال الدكتور شافي العجمي؟ عزم المجرم جاسم محمد شعبان غضنفر والمجرم حسن عبد الهادي علي حجية على اغتيال الدكتور شافي العجمي الأستاذ في كلية الشريعة في جامعة الكويت.